بصوا وصفة النهاردة من حلاوتها مش محتاجة اتكلم، وكلنا بنحبها جدا وبنروح نشتريها على طول. انا بقى جاية النهاردة اعمل لك احلى دونت في البيت، ناجحة معاكي من اول مرة، وهتعملي كده عجينة قطنية فلافي. يعني عايزة اقولك خطيرة، طرية جدا، هتقعد فريش كام يوم. يعني كل ما تكوني عايزة تاكلي دونت دلوقتي مش هتنزلي تجيبيها، هتعمليها في البيت. هنجيب 3 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات، وكمان عليهم 4 معالق سكر، لازم يكون السكر أبيض ناعم. وبعدين هنجيب كوباية إلا ربع لبن متدوب فيها كيس خميرة بمعلقة سكر، وهنا معلقتين زبدة بدرجة حرارة الغرفة، لو الجو عندك برد سيحيهم شوية في الميكرويف. وهنا بيضتين، ودول صفار بيضتين. ودي فانيليا، دي اختياري لو حبيتي تحطيها. ودي رشة ملح، وده برضو محسن خبز، لو موجود عندك حطيه، مش موجود خلاص شيليه من الوصفة، مش هيفرق كتير. هنا بقى هنحط كل المكونات السايلة على بعض، نزلت بالبيضتين عليهم صفار البيضتين، وكمان هنحط الفانيليا. عايزة اقولك لو في حاجة فيهم كانت في التلاجة لازم تخرجيها على الأقل ساعة أو ساعتين، مفيش حاجة فيهم تكون ساقعة. وكمان لما تيجي تختبري الخميرة، اللبن يكون دافي مش سخن عشان الخميرة بتاعتك ما تبوظ. بعد ما حطيت هنا الفانيليا بتاعتي، بحط رشة ملح صغيرة، وكمان هنزل بالسكر واللبن بتاعي وهدوبهم كويس جدا. عايزه اقول لكم انا اول مره عملت الدونت ما كنتش متخيله النتيجه بتاعتها. انا اعتمدت الوصفه دي من اول مره لانها ناجحه جدا وسهله جدا. عايزاكي تمشي كل التفاصيل بالظبط عشان تطلع معاكي ناجحه من اول مره. هقلب بقى كل المكونات كويس جدا لحد ما السكر يدوب خالص. عايزه اقول لك بقى لو اول مره تشوفيني لو سمحتي روحي اعملي اشتراك للقناه بتاعتي، وكمان لو الفيديو عجبك شاركيه مع كل اصحابك، ولو عملتي الوصفه لو سمحتي صوريها وابعتيها لي عشان انزلها عندي. وهنا هنزل بالدقيق دفعه واحده. انا كنت عايزه اقول لك كمان ان انا الدقيق ده دخلته مرتين، وحطيت رشه محسن الخبز، وهبتدي بقى الم العجينه لحد ما الدقيق يختفي. مش بعجن، انا بس بقلب كده الدقيق لحد ما يختفي الدقيق تماما في السوائل بتاعتي. عايزه اقول لكم دي اكتر وصفه اتطلبت مني على القناه، وانا حبيت اشاركها في عيد الحب عشان اقول لكم قد ايه انا بحبكم. وهنا بلم كل الدقيق، هتلاقوا العجينه بتلزق شويه، ما تقلقوش، عجينه الدونت لازم تكون بتلزق في الايد شويه. هنا بقى هسيب العجينه بتاعتي ترتاح حوالي 10 دقايق، وبعدين هقولك هنعمل ايه. هنا بقى بعد ما ارتاحت، خطوه مهمه جدا واوعي تقلقي، ان احنا هننزل بالزبده بتاعتنا المتسيحه. لو الجو عندك برد حطيها في الميكرويف 10 ثواني، لازم الزبدة تكون طرية عشان تعرفي تعجنيها كويس جدا. هدخل بقى الزبدة بتاعتي في كل العجينة، بصوا هتلاقيها بتلزق اكتر، ما تقلقيش خالص. هتعجنيها لمدة 5 دقايق، هتلاقي العجينة لمت معاكي وبقت حلوة جدا. بصوا انا في الاول حاساها بتلزق قوي، ما تقلقيش برضو افضلي عجيني على الاقل 5 دقايق. عايزه اقول لكم انا ما عملتهاش في عجان، طبعا انت لو عندك عجان استخدميه هيسهل عليكي جدا، بس انا حبيت اني اشاركها زي اي ست بيت ما هتقوم تعملها بابسط الادوات اللي عندها في المطبخ، من غير ما تتكلف ولا تعمل حاجات كده صعبة ولا تستخدم ادوات كده مش عندها، او تتفرج على الفيديو تحس انها مش قادرة تقوم تعمل الدونت لان الحاجات مش موجودة عندها. فانا اخترت الحاجات اللي موجودة عندنا كلنا في مطبخنا عند اغلب الستات. خلاص بصوا بقى ابتدت العجينة تلم معايا اهي، والتلزيق ابتدى يخف جدا. كل ما هتعجني فيها كل ما التلزيق ده هيخف شوية. بس انا عايزة اقولك ان العجينة لازم تكون طرية وبتلزق، دي من مواصفات الدونت الصح. بعدين بقى هقولك على تكنيك كده في العجين لازم تعمليه، بجد بيفرق جدا في قوام الدونت، بجد كان مخليها حلوة جدا. ان احنا بقى بعد ما لمت معانا كده هنرش عندنا سطح، بس ايه نقي مكان كده واسع، وايه ارشه زيت وادهنه كويس جدا. وهقولك بقى تعملي ايه في العجينة. هنا بعد ما دهنت السطح كويس جدا بالزيت، خلي بالك انا بحط زيت لان هي بتلزق، هبتدي امسك العجينة من طرفها كده واخبطها على السطح اللي عندي، واشيلها من الطرف التاني وارجع ادخله كده. اعملي التكنيك ده على الأقل من 7 ل10 دقايق، كل ما تعمليه كل ما العجينة بتاعتك هتكون هشة وطرية ومش بتلزق أكتر. بصوا حاجة سهلة جدا بس هي لازم تاخد وقتها. بصوا عمالة كده من الجنب ده للجنب ده، أنا بصوا سايبة كل التفاصيل عشان تشوفيها. هحط بقى رشة زيت هنا في الطبق، وهسيب العجينة تخمر على الأقل ساعتين.
لو الجو برد زي عندي انا ولعت الفرن كده ثواني وسبت لمبة الفرن عشان تخمر بسرعة. انتوا عارفين الجو الايام دي ساقعة جدا، فالعجينة بتاخد وقت شوية عشان تخمر. غطيتها بقى بالرول ستريتش وهسيبها في مكان دافي. اهم حاجة في الجو الساقع ده عشان تعرفي ان العجينة بتاعتك اختمرت كويس ان يتضاعف حجمها، عشان تبقي متأكدة ان الشغل فيها هيبقى مظبوط وناجح. هنا بعد ما قعدت حوالي ساعتين كانت اختمرت، هنبتدي بقى نشتغل مع بعض في العجينة. كل حاجة هنعملها هنا مهمة، كل تفصيلة يعني قد ايه ممكن تبان انها مش مهمة، لا هي مهمة جدا، لأن هي التفاصيل دي بتبقى سبب نجاح الوصفة أو بتخلي وصفة مختلفة عن التانية. هنا بقى هاخد العجينة بتاعتي، بصوا طرية ازاي وجميلة، هرش السطح عندي دقيق وهبتدي أفرد العجينة بتاعتي. بصوا أي أداة أنا هستخدمها هحط عليها دقيق، يعني أنا حطيت دقيق على النشابة عشان ما تلزقش في العجينة. بصوا لو انتي ما عندكيش نشابة عادي حطي ايديكي في الدقيق وابتدي افرديها واحدة واحدة. انا هنا فردتها رفيع شوية عشان احنا بنحبها رفيعة، لكن هو الطبيعي بيقولك سيبيها سنتي ونص او 2 سنتي، بس انا هقولك جربي الدونت الرفيعة احلى. هنا هغطيها واسيبها ترتاح كمان 10 دقايق. بعد هنا ما ارتاحت بقى هبتدي اقطعها. انا هنا عندي قطعة دونت، وعايزة اقول لكم ان هي كانت شوية مغلباني لان هي بفضل ادوس عليها كتير عشان تقطع العجين. وهقول لكم كمان ان اوقات بحتاج السكينة. هوريكي بقى الطريقة التقليدية اللي تقريبا اغلب البيوت المصرية هتعملها، كانت اسهل لي صدقيني، عشان كده بقولك ان في حاجات كتير ممكن ما تفرقش. انا هنا قطعت ورق زبدة مربعات هحط عليها الدونت، عشان دي هتخلي العجينة ما تلزقش وتبقى اسهل وانا بشيلها واقليها في الزيت. خلاص دي الطريقة الكلاسيك، انا هعمل معاكم الكلاسيك وهعمل كمان معاكم المحشية عشان نبقى غطينا كل حاجة في وصفة واحدة، ما اعملش كذا فيديو لكذا وصفة. هنا بعد ما خلصت الكمية طبعا هنلم العجينة دي ونسيبها 5 دقايق ونرجع نفردها. طبعا اول واحدة هي اول واحدة هنقليها، اول واحدة حطيناها في الطبق هنقفلها بقى رول ستريتش ونسيبها تخمر كمان نص ساعة. هنا بقى فردت العجينة بالسمك التخين عشان هعمل الدونت المحشيه. بصوا بقى يا جماعه الكوبايه صدقوني كانت اسهل بكتير من قطعه الدونت، قطعتها بكل سهوله. استخدمي المتاح عندك في البيت، مش لازم اي ادوات، على فكره حاجات بسيطه وسهله، ولو انت عايزه تفرغيها من النص غطا ازازه واشتغلي عادي. في معظم الفيديوهات بيقلوها بورقه الزبده عشان يحافظوا على شكل الدونت. نظرا ان انا اصلا مش شيف فانا التكنيك ده ما حبيتوش خالص، وهتلاقوني خالص مش مرتاحه وانا بقليها، فانا لا كملت بقيه الكميه من غير الورقه دي. اول ما بتتشمع بقلبها على الوش التاني وبشيل ورقه الزبده. انا ما حسيتهاش انها فارقه كتير في بقيه الكميه شلت الورقه، بس هم بيقولوا انها بتحافظ على شكل الدونت، انا ما تفرقش معايا، انا كده كده عاملاها لينا في البيت. حاجه بقى مهمه جدا ان الدونت اول ما تاخد لون ما تسيبيهاش تغمق خالص، بتطلعيها لانك لو سبتيها في الزيت شويه هتنشف جدا. وانا بخرجها على شبكه وبسيبها متغطيه عشان تبقى طريه. طبعا بقى هنا التزيين دي حاجه اختياري، انا هنا سيحت بديل النوتيلا عشان انا بعملها بطريقه اقتصاديه، طبعا انت لو عايزه تحطي نوتيلا هتبقى احلى واحلى. ده كراميل، وكمان عملت جليز عباره عن معلقتين سكر بودره على يعني نص معلقه لبن كده ودوبتهم، دي الطريقه الاصليه بتاعت الدونت. انا حبيت اعمل لكم كذا حاجه عشان يبقى عندك خيارات كتير، ولو ما عندكيش ده كله في البيت معلقتين سكر ابيض عادي عليهم معلقه قرفه بتبقى فظيعه. وهنا حطيتها في الجليز الابيض. وكمان هتشوفي الوصفة الرابعة وهي السكر والقرفة، وعايزة اقول لكم دي فعلا حلوة جدا وبيبقى سكرها خفيف كده للي ما بيحبش الحاجات التقيلة. بس طبعا عشاق الدونت كلها بيحبوها بالشوكولاتة وبيحبوها كمان محشية بالشوكولاتة. وفي كمان الأطعمة الجديدة البيستاشيو، الكراميل، الفراولة، مربى الفراولة كمان بتكون خطيرة. اعملي المتاح عندك، عايزة تسيبيها كده سادة وترشي عليها سكر بودرة برضو بتبقى حلوة جدا. طبعا انا حطيت هنا قلوب حمراء عشان الفالنتاين، بجد كانت حلوة قوي. بصوا انا هشيل واحدة واقطعها معاكم وهي دافية عشان تشوفوا قد ايه جميلة قد ايه كده طرية. بصوا كانوا الولاد مش مستحملين نخلص الفيديو عشان يدوقوها. بصوا فعلا حلوة ازاي، بصوا العجينة كده هشة جدا فلافي، فعلا كانت خطيرة. عايزة اقول لكم طبعا انا مش اول مرة اعملها، فانا مدياكم الوصفة اللي انا متأكدة منها. هنا بقى المحشية، طبعا في واحدة يا جماعة على فكرة كانت اتاكلت عادي جدا، لازم ندوق كلنا. باعمل لها كده فتحة في النص بأي حاجة عندك. بصوا أنا حتى ما حبيتش إن أجيب كيس حلواني، استخدمت كيس التلاجة سيحت فيه برضو الشوكولاتة. لو حتى انتي ما عندكيش
يعني اعملي لها فتحة بالسكينة واحشيها بالشوكولاتة. هتعرفي منين ان هي اتملت؟ اول ما الدونت عندك تتقل، او هتلاقي كده لون الشوكولاتة بان في السطح عندك. دي ابسط طريقة انتي بتعمليها في البيت عشان ولادك ينبسطوا وكل اللي حواليكي. كمان عايزه اقولك ان هي كانت اقتصاديه جدا، ما كلفتنيش خالص. عايزه اقولك احنا طلعنا من الكميه دي حوالي 14 او 15 قطعه دونت، بجد خطيره وطريه وفلافي، فعلا كانت تستاهل. طبعا يا جماعة أنا على قدي جدا في التزيين، أنا عملتها بطرق سهلة زي أي ست في البيت تقدر تعملها، ما تكلفهاش كتير. هينبسطوا جدا كل اللي هيدوقوها من إيدك، عجينة ناجحة قوي. أنا اديتك الوصفة من قلبي فعلا بكل التفاصيل من غير ما أزين فيها أي حاجة، زي ما أنا عملتها وأنا هاكلها في البيت. ويمكن ده المختلف في الوصفة عندي، ان انا زي اي ست بيت ما حاولتش اهتم بكل التفاصيل او انقي القطع اللي شكلها حلو، انا سبتهم كلهم عشان تشوفوهم. بس بجد العجينة دي فعلا ناجحة. انا اصلا شفت الوصفة عند حد وجربتها، فبقول لك خلاصة ما تجربيش، اعملي الوصفة دي من اول مرة ناجحة. بحبكم جدا.